السلام عليكم ورحمة الله. نحن في مدينة سانت تيتيان الفرنسية كما كتشوفوا هنايا. هذا المسجد الكبير، محمد السادس، اللي تسمى على اسم الملك الغالي تاعنا الملك محمد السادس نصره الله وأطال في عمره، واللي كان ساهم من ماله الخاص، زاده الله بركة فيه، من ماله الخاص في هذا المسجد هذا. هانتوما كما كتشوفوا الموقع ديالو جميل جدا. هنا حدا واحد بيبينيير، واحد يعني مشتل الاغراس. وشوفوا راه المساجد في فرنسا راها تقريبا اغلبيتها ممنوعه من باش دير المئذنه، ولكن الحمد لله هذا الجامع بالتنسيق مع السلطات الفرنسيه، لان تحمل اسم ديال جلاله الملك، يعني كان داروا لي هذه المئذنه هذه الجميله وعلى الطراز المغربي، مربعه الشكل بالحجاره ومزينه بقطع من الزليش. وهادو هما المدخل، المداخل ديالو. وهذا المدخل الرئيسي هنايا كما كتشوفوا، دائما على الطراز المغربي، قوس منكسر على شكل حدوة الفرس، مزين يعني مبني بالحجارة ومزين بقطع من الزليش كما كتشوفوا هنا. يعني الشكل الهندسي المعروف ديال المساجد على الطراز المغربي الأندلسي. وهذه الحديقة ديالو من هاد الجهة. هذا اتجاه تاع القبلة، هذا حائط القبلة كما كتشوفوا. هاد الخرجة هذه هي اللي فيها المحراب ومكان المنبر، ومن هنا كيدخل الخطيب ديال الجمعة. هذا باركينغ او يعني موقف ديال حراسة السيارة. هذا هو المدخل اللي دخلت معاه من الشارع الكبير هنا في سانت تيتيان. يعني ما شاء الله جميل جدا. نحاولوا ندخلوا باش نتعرفوا على، يعني هذا رواق اللي كيسبق قاعة الصلاة. نحاولوا ندخلوا. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. هذه هي قاعة الصلاة خاصة بالرجال، وهناك الفوق هذه قاعة الصلاة الخاصة بالنساء. أنتم شوفوا ما شاء الله مبنية بواحد طراز معماري. هنايا كيطلعوا النساء كيدخلوا من هذا الباب هذا او من هذا الصغير، كيطلعوا هنايا من الدروج وكيصليوا دائما على الطريقة الإسلامية خلف الرجال. أنتم هذا كله مكان مخصص للنساء. والأخ المشرف على هذا المسجد قال لي بأنه في فترة يعني العيدين، في صلاة العيدين، يعني العيد الكبير والعيد الصغير، عيد الفطر وعيد الأضحى، كيصليوا النساء كلهم هنايا الداخل باش يبقاو يعني محميين ومستورين، والرجال كيصليو هنايا في الساحة اللي دايرة بالجنبات تاع هذا المسجد هذا. غادي نرجعوا يعني التركيبة يعني المعمارية ديال هذا المسجد. كما قلت لكم هذا هو الباب اللي دخلت معاه من المدخل ديال الحديقة. وهذه قاعة الصلاة، فيها تقريبا كما كنقولوا المصطلحات المعمارية 1 2 3 4 5 الأروقة. وهذه هي المحراب